مرحبا، أنا فيصل عزو، مريض ثلاسيميا، عمري 19 سنة. اليوم أنا أتعالج هون بمركز الهلال الأحمر الكردي. اليوم مراجعتي وراح نزور الأصدقاء ونعرفكم عن المركز. تعالوا معنا. أنا أحب أطلع بالأسانسير، ما أحب الدرج. الأسانسير عندي شيء رائع. الطابق الثاني قسم مرضى الثلاسيميا. يا أخي الأسانسير شيء خيالي. يعطيك العافية أنت سجين. أهلا وسهلا فيصل. كيفك؟ والله تمام، كيفك؟ شو والله أخبارك؟ الحمد لله. جايب معك بطاقتك ولا لا؟ بطاقتي معي بالغرفة. ماشي تمام. شوي وأجيبها. ماشي. شو وضعك؟ طمني عنك. والله الحمد لله ممتاز الحمد لله. إن شاء الله على طول يا رب. يعطيك العافية خالة أبو جبين. اهلا يا هلا. كيفك؟ انا ابو غازي. شلونك؟ اهلا وسهلا يا هلا بيك. شلونك؟ والله الحمد لله الله شو يسلمك يا اخبارك؟ رب. كيفك؟ الحمد لله. سلامات يا هلا. تعال افتح لك وريد. تمام مو مشكلة. منك دنس. التخفل هذاك تمام. معك. يا خالة أبو جبين شلونك أخبارك؟ هلا ابو غازي. اخبارك؟ والله الحمد لله. سلامة ان شاء الله. الله يسلمك يا رب. شلون وضعك؟ والله ممتاز. بينما يطلعنا التحاليل راح نعرفكم على الخدمات المتواجدة بالمركز. أول شيء راح نروح على المختبر. هون المختبر طبعا متواجدة به أحدث الأجهزة اللي يعملوا التحاليل اللازمة للمرضى. تعالوا معنا. يلا تعالوا نروح على الغرفة الثانية. غرفة فصل الدم من أهم الغرف لمرضى الثلاسيميا، يتم فيها فصل البلازما لحال والصفائح، لأن مريض الثلاسيميا ما يحتاج غير الكريات الدم الحمراء. تعالوا معنا على غرفة المرضى. غرفة الثلاسيميا الغرفة الأولى. راح نروح على الغرفة الثانية. وهاي الغرفة الثالثة. راح نروح على غرفة تبرع الدم. تعالوا.
هلا راح نروح على الغرفة اللي أنا وكل الأطفال يحبونها. تعالوا معنا. غرفة ترفيهية لأطفال الثلاسيميا، يعني اللي بين ما يسحبوا الدم يلعبوا فيها، يتلقوا الدعم النفسي فيها والنشاطات، متوفر فيها ألعاب. هسه نروح ناخذ التحاليل ونفرجيهن للدكتورة. تعالوا معانا. تحاليل فيصل عزو خالصة. يعطيك العافية. تعالوا معنا على غرفة الدكتورة. يعطيك العافية دكتورة. لين فيصل؟ كيفك؟ يا هلا، كيفك؟ والله الحمد لله، الله يسلمك يا رب. جايين ننقل دم اليوم؟ اليوم. تحاليل كويسة؟ طيب الحمد لله. خلينا نفحصك؟ تمام. يلا اطلع على التخت. يلا فيصل. يلا كشف لي على بطنك. شلون صرنا بعد استئصال الطحال؟ والله الحمد لله ممتاز. الامور جيدة؟ جيدة. لا ممتاز. خف نقل الدم. ايه. طيب خلينا نفحص صدرك، قوم اتجلس. ما في حرارة وأي أعراض؟ لا الحمد لله. مراجعة وأي شيء؟ ما في شيء. ما في أي شيء، تمام، الأمور بخير؟ الحمد لله. هلا ناخذ التحاليل وترجع لعند عمو أبو جبين مشان يحط لك الدم. تمام، مو مشكلة. خالي أبو جبين هون. تمام. خال أبو جبين مشان الدكتورة اعطتني مشان دم. اهلا وسهلا ابو غازي. يا بك خال. ايه تمام، بايجابي. جاهز. روح على تحت الجوال. تمام خال. وهون بتكون انتهت رحلتنا. نتمنى من الأهالي شمال شرق سوريا يكونوا عون أن يدعمون ماديا عبر الصناديق المتواجدة في كل المدن أو بالدم، خاص يوم الاثنين والخميس، لأنه مرضى الثلاسيميا بحاجة لدم. وشكرا لكم.